بص، لو انت داخل الفيديو ده علشان تعرف مواصفات يبقى في 100 فيديو جاب لي جاله نفس الكلام. انما لو انت زيي وناوي تشتري موبايل فعلا وبتسال نفسك هل المعالج ده هيعيش معايا ولا هزهق منه بعد شهرين، والشاشه حلوه فعلا ولا مجرد ارقام، والبطاريه هتكمل معايا يومي ولا مش هتكمل، يبقى الفيديو ده معمول عشانك. النهارده معانا مجموعه موبايلات تحت 10000 جنيه، هنبدا بدايه من 5000 جنيه. هقول لك رايي فيهم، مش مجرد شخص بيقول لك شويه مواصفات وخلاص. وعشان بس تكون عارف احنا هنبدا بالموبايلات تدريجيا من الاقل سعر للاعلى سعر. فسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدا على طول. اول موبايل معانا هو السامسونج جالاكسي A07 4G. ده ارخص موبايل من سامسونج تقدر تعتمد عليه حرفيا، لان ده معمول للناس اللي عايزه راحه بال، مش عايزه مجرد ارقام وخلاص. احساسه في ايدك هتلاقيه موبايل خفيف، ايوه الخامات بتاعته بلاستيك بس بلاستيك من النظيف، والموبايل جايب شهاده حمايه IP54. ايوه دي مش افضل حاجه بس مقارنه بالسعر فلا هي كويسه، والديزاين عموما مقبول في الفئه بتاعته. وبالنسبه للشاشه فانت عندك الشاشه 6.7 انش 90 هرتز، بس هنا HD بلس للاسف، ولو كانت اعلى من كده شويه كنت هتشوف اكيد كواليتي احسن بكتير. وعشان اكون صريح معاك، هي الشاشه مش حلوه ولا وحشه، هي في النص كده مقبوله، هتلاقيها معاك مأديه في السوشيال ميديا واليوتيوب والتصفح، بس لو عينك متعوده على الفول اتش دي او اعلى فهتحس ان الكواليتي هنا مش احسن حاجه. ده غير انها كمان BLS LCD، فبرضو الالوان بتاعتها مش هتكون الواو، بعكس لما تطلع لفئه سعريه اعلى زي الاي 17 اللي هروح له كمان شويه. وده من ناحيه الشاشه. فلما نروح للنقطه الثانيه زي الاداء، فهنا بقى انت هتاخد افضل معالج موجود في الفئه دي، واللي هو الهيليو G99. ده في الاستخدام الحقيقي يا باشا مفيش تهنيج، التنقل بيكون سلس نوعا ما، وتقدر كمان تلعب على موبايل زي ده ببجي او كول اوف ديوتي، وشغاله كمان على اعدادات متوسطه بسبب طبعا المعالج. ايوه هو مش موبايل جيمنج بس موبايل يعتمد عليه. ونصيحه هنا لسه مش وقتها، وهي انك لما تيجي تشتري الموبايل خليك في نسخه عاليه، ما تشتريهاش رامات اقل عشان تستحمل معاك الالعاب، او حتى لو كان استخدامك تقيل، بس كده كده هنتكلم عن الموضوع ده لما نوصل للسعر. بالنسبه لبطاريه الاي 07 فهي 5000 ملي امبير اور، بتكمل معاك اليوم كامل استخدام طبيعي. والموبايل بتاع سرعه شحن 25 واط، هو ايوه مش الاسرع بس هتلاقيه عامل معاك شويه ومتقبل عموما في السعر بتاعه. اما الكاميرات فعندك كاميرتين في الظهر، عندك كاميرا 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، وكاميرا ثانيه 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالبورتري، وعندك كمان كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل. والكاميرات هنا مش عايز اقول لك انها حلوه او وحشه، لا هي هتلاقيها مأديه معاك في اطار السعر بتاعه. هتاخد صور كويسه نوعا ما في النهار في الاضاءه القويه، في الليل هتاخد صور برده مقبوله، والسيلفي بتاع الموبايل عموما عادي جدا مش مبهر يعني. والموبايل جايب سماعه مونو، الصوت عالي بس مش هتلاقيه متجسم او انك مرتاح وانت بتسمع الصوت بتاعه كده، بس مهما كان كويس مش وحش. في مدخل سماعات 3.5 مللي، الميزه اللي مش بنشوفها في موبايلات بسعر اعلى منه. وعندك بقى المستشعرات في الموبايل بدعم التسارع والقرب هاردوير، لكن ما عندكش اصلا جيروسكوب ولا بوصله، وده عيب طبعا لو انت بتلعب العاب زي ببجي، فانت اكيد فاهمني. ومعلومه برضو انت ما عندكش هنا NFC، لكن الموبايل بيدعم لك مايك اضافي لعزل الدوشه، وبيجي لك بنظام الاندرويد 15، وتقدر برضو تركب له شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، ودي ميزه برضو مش بنشوفها كتير. فبعد ما اتعرفت على A07 دلوقتي، فاحب اقول لك الاسعار بتاعته واللي هتلاقيها كويسه جدا بالنسبه للمواصفات وبالنسبه للامكانيات اللي قلنا عليها. بس خلينا انبهك ان العلبه بتاعت الموبايل ما فيهاش ولا راس شاحن ولا جراب ولا سكرين بروتكتور، ما فيهاش غير الدبوس وكمان الوصله ال 25 واط والموبايل. وعندك هنا منه اربع نسخ، النسخه ال 64 مع 4 رام بسعر 5000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 128 مع 4 رام ودي بسعر 5800 جنيه، والنسخه الثالثه ال 128 مع 6 رام ودي بسعر 6400 جنيه، والنسخه الرابعه ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 7600 جنيه. وانصحك اكتر بالنسخه المتوازنه اكتر، واللي هي ال 128 مع 6 رام، حاسسها اكتر نسخه متوازنه، ولا هي غاليه خالص ولا رخيصه خالص، ده غير انها في نفس الوقت هتأدي لك الغرض وزياده. وده كان كل حاجه عن الاي 07. فخلينا ننتقل على طول لتاني موبايل معانا، هو برضه من سامسونج واللي هو الاي 17 4G. هتاخد منه نفس المعالج بس تجربه اعلى بكتير بصراحه، لان الاي 17 هنا كأن سامسونج بتقول لك خد كل مشاكل الاي 07 واحلها لك هنا في الاي 17. لان مبدئيا هنا انت عندك شاشه سوبر اموليد فول اتش دي بلس 90 هرتز، الالوان هنا فيها فرق كبير عن الاي 07، والسطوع برضه اعلى شويه، فتجربه انك تشوف فيديوهات عليه هنا بتكون ممتعه فعليا. اما بالنسبه للاداء فهو نفس الاداء اللي هي الهيليو G99 بس مع رام اكبر، التجربه غالبا هتلاقيها ثابته معاك جدا. والنقطه كمان اللي ما قلتهاش في الموبايل اللي فات وهقولها هنا علشان كده كده تشمل سامسونج عموما، وهي ان موبايلات سامسونج بتدعم مده تحديثات كبيره، على الاقل 6 سنين سوفت وير ابديت، فلا سامسونج هنا ضمن لك حته ان الموبايل يعيش معاك فعلا سنين، ده غير انك لما بتشتري موبايل بيكون عليه سنه او سنتين ضمان. فالمهم خلينا نكمل مع الاي 17 ونروح لناحيه ثانيه زي الكاميرات اللي هتحس ان هي بس الوهله هتلاقي انك عندك 50 ميجا بكسل معاها مثبت بصري OIS، وده هيساعدك جدا في تصوير الفيديوهات او الصور، فهتاخد صور ثابته او فيديوهات اقل اهتزاز من الاي 07 او لو ما كنتش بتصور OIS اصلا. والكاميرا الثانيه اللي عندك فدي 5 ميجا بكسل ودي الترا وايد، والكاميرا الاخيره ال 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالماكرو. والكاميرا السيلفي هنا هتلاقيها 13 ميجا بكسل، هتاخد منها تفاصيل اكتر شويه عن الاي 07. سماعات الاي 17 هنا كمان مونو، مفيش مدخل 3.5 مللي، خلاص شالوه من هنا، لكن عندك
عندك NFC بس مستشعر التقارب شغال هنا السوفت وير وشغال كويس، مش هتلاحظ معاه مشاكل. وعندك مستشعر البوصله لكن للاسف ما عندكش جيروسكوب، فدي برضه هتفرق معاك لو انت بتلعب العاب بتستخدم فيها الجيروسكوب. ولما نروح للبطاريه فهي نفس البطاريه ال 5000 ملي امبير اور مع 25 واط سرعه شحن زي الاي 07 بس الاستهلاك هنا احسن. العيب اللي ممكن تلاقيه رخم شويه هنا وهو انك ما تقدرش تستخدم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، يا اما شريحتين او شريحه وكارت. وكالعاده العلبه بتاعته فاضيه ما فيهاش غير الوصله والدبوس والموبايل. وعندك هنا منه 3 نسخ، النسخه ال 128 مع 4 رام ودي بسعر 7500 جنيه، والنسخه الثانيه ال 128 مع 6 رام ودي بسعر 8400 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 10000 جنيه. واكتر نسخه رشحها لك اكتر وهي النسخه الثانيه ال 128 مع 6 رام. ما تنساش طبعا انك كده هتعمل احتياطاتك في انك تشتري باقي مكملات الموبايل زي راس الشاحن والسكرين والجراب. وعموما كل النسخ اللي اتكلمنا عنها هنا اذا كان في الاي 07 او الاي 17 فهم كلهم ضمان محلي ما لهمش اي ضريبه. لما نروح الموبايل الثالث معانا وهو الانفينكس هوت 6 برو، فده هتلاقيه افضل موبايل معمول للناس اللي بتتكيف من الشاشه. هتلاقي الشاشه هنا اموليد 1.5K الكواليتي بتاعتها، وكمان 144 هرتز يعني سلاسه ما تنتهيش معاك. فدي شاشه اصلا اعلى من سعر الموبايل نفسه، هتلاقيها سلسه والوان قويه والسطوع بتاعها ممتاز تحت اشعه الشمس، فحرفيا ما فيهاش اي تنازلات. اهم حتى من ناحيه الديزاين فهتلاقي الديزاين برضو شكله شيك ويعتمد عليه في الفئه السعريه بتاعته، ما تسترخصوش لو انت شفته يعني. ولما نروح للنقطه زي الاداء فهتلاقي الموبايل ده جايب المعالج الهيليو جي 200، والمعالج ده مش مستلطف شويه بس هتلاقيه ثابت معاك، ينفع في الاستخدام اليومي او الالعاب الخفيفه، تلعب عليه ببجي عادي 60 فريم مرتاح، بس طبعا برسوم وفريمات قليله. لكن كسوشيال ميديا او استخدام يومي عموما فهتلاقي الموبايل مقدم معاك جدا. ولما نروح للنقطه الثانيه زي البطاريه فالبطاريه هنا 5160 ملي امبير اور، بتدعم لك سرعه شحن 45 واط، فبتشحن بسرعه وبتعيش معاك يوم ونص مرتاح ومش هتقابل معاها مشاكل اصلا. اما بالنسبه للكاميرات فانت عندك الكاميرا الخلفيه الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل، اذا كنت بقى تاخد الصور من الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه فالاثنين ما يعتمدش عليهم في السعر بتاعهم بصراحه، بس الى حد ما هتلاقيهم مأدين الغرض. سماعه الموبايل ده جايه ستيريو في منفذ 3.5 مللي، كمان عندك NFC وعندك اي ار بلاستر، فكل دي ميزات ما شفناهاش في الموبايلات اللي اتكلمنا عنها لكن موجوده هنا، بجانب انك عندك كل المستشعرات اللي انت عايزها زي التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب، كل دول موجودين هاردوير عادي جدا. بصمه كمان جايه في الشاشه وادائها حلو، مش زي سامسونج اللي هتحسها بطيئه معاك شويه. من ضمن العيوب الرخمه بس انك ما عندكش مايك لعزل الدوشه، العزل كله يعني بيتم من خلال الاي اي مش مايك موجود. والعلبه بتاعت الموبايل فيها كل حاجه انت عايزها، مش هتحتاج انك تدفع عليها اي جنيه تاني علشان تشتري مكملات ليها. وعندك هنا من الهوت 6 برو نسخه واحده اللي هي 256 مع 8 رام ودي بسعر 8900 جنيه، والنسخه دي ضمان محلي ما عليهاش اي ضريبه. انا شايف الموبايل ده بصراحه يستحق سعره مقارنه بكل المواصفات اللي احنا اتكلمنا عنها، خاصه ان دي كمان نسخه كبيره 256. اما الموبايل الرابع فهو يعتبر التطور بتاع الهوت 6 برو، هو برضه من شركه انفينكس وهو الهوت 6 برو بلس، ودي النسخه اللي بتديك فخامه في الايد اكتر بس مش لكل الناس بصراحه. اول ما تمسكه هتحس ان الموبايل اغلى من سعره، ووزنه 155 جرام، السمك بتاعه 6 مللي، فالموبايل خفيف وسليم معاك هتحبه بصراحه. والشاشه هنا نفس الشاشه الموجوده في الهوت 6 برو بس هنا جايه كيرف ومديك فعلا تجربه الفلاج شيب كشكل. وبالنسبه للاداء فهو برضه نفس الاداء اللي بتاخده من الهيليو جي 200، فما فيش فرق عملي كبير يعني. بنفس البطاريه طبعا 5160 ملي امبير اور و45 واط سرعه شحن، فهي مناسبه بالنسبه للتخانه يعني، الموبايل اصلا سليم فكويس ان بطاريه بالساعه دي موجوده فيه. والسماعات هنا جايه ستيريو ومفيش منفذ 3.5 مللي بعد ما كان موجود، بس ده يعني واقعي بسبب ان الموبايل انحف. وعندك NFC واي ار بلاستر والمستشعرات الكامله اللي انت عايزها هتلاقيها موجوده. وعيوبه بس انك ما ينفعش انك تركب كارت ميموري، وسعره تحس انه اغلى شويه، ممكن على سعره تزود شويه كمان وتشتري حاجه تكون افضل، وده لان عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 10600 جنيه، ودي نسخه ضمان محلي، فممكن تكون شايف السعر مناسب او مش مناسب، فدي ترجع لك انت في الاخر، لان انا شايف يعتبر كل الاختلاف ان الشاشه بقت كيرف مش اكتر، بس حبيت ارشحه لك علشان لو انت عايز تمسك موبايل فخم في نفس الوقت بسعره قليل. اما لما نروح للموبايل الخامس معانا وهو الموبايل الاخير وهو الريدمي نوت 14 4G. الموبايل ده طبعا رشحته كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت في فئه ال 10000 جنيه، وده بسبب انه قيمه مقابل سعر فعلا. يعني مثلا عندك الشاشه ما فيهاش اي مشاكل لانها جايه اموليد 120 هرتز، السطوع بتاعها عالي فهتلاقيها ممتازه من كل ناحيه، تاخد منها الوان وسلاسه، فرجه بقى على افلام او مسلسلات او في الاستخدام عموما مش هتحس انك مواجه معاها اي مشاكل. اما من ناحيه الاداء فالنوت 14 4G هنا جايب الهيليو جي 99 الترا، واداؤه مقبول، هو ايوه مش للالعاب الثقيله بس هتلاقيه ثابت معاك ما بيرخمش عليك، الا من ناحيه سوفت وير شاومي اللي انا بصراحه مش مستلطفه لانه بحسه بيتجل الجهاز اكتر. فعموما كده المعالج ده هيقدم معاك اذا كان في الاستخدام اليومي او سوشيال ميديا او حتى لو كنت بتلعب العاب خفيفه او بجرافيك وفريمات قليله عموما لو بتلعب لعبه زي ببجي. لكن لما نروح لحاجه ثانيه زي البطاريه اللي هنلاقيها اعلى سعه بطاريه شفناها لحد دلوقتي في الفيديو ده، واللي هي 5500 ملي امبير اور، وبتدعم كمان سرعه شحن 33 واط، لو انت استخدامك خفيف او حتى متوسط هتلاقيها مكمله معاك اليوم ونص. وبالنسبه للكاميرات فانت عندك 3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الاولى ال 108 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الماكرو، والكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل برضه ودي الكاميرا
الكاميرا الخاصه بالبورتريه او العزل، والكاميرا سيلفي 20 ميجا بكسل. ومجملا هتاخد صور كويسه اذا كان بقى في الاضاءه القويه، وفي الليل مثلا هتروح لمصدر اضاءه قوي علشان تقدر تاخد صور محترمه. سماعات الموبايل جايه ستيريو، كمان الموبايل فيه منفذ 3.5 مللي، وعندك اي ار بلس كارت شاومي لكن ما عندكش ان اف سي. وبالنسبه لباقي المستشعرات فانت عندك مستشعر التسارع والقرب ده موجود سوفت وير، لكن مستشعر البوصله والجيروسكوب فدول موجودين هاردوير. وعندك مايك اضافي لعزل الدوشه. والموبايل عموما جاي لك بشهاده حمايه الاي بي 54، ودي مش حاسسها ميزه ولا عيب في نفس الوقت، لان الشهاده دي اصلا ما تعتبرش شهاده عاليه. واذا كان جبنا سيره الحمايه فعندك شاشه الموبايل ده جاي عليها طبقه حمايه من نوع كورنينج وجوريلا جلاس 5، ودي معلومه برضو علشان تكون عارفها ان الشاشه برضو هتستحمل معاك شويه لو وجعت او جت عليها ميه والكلام ده كله. والعلبه بتاعته طبعا متكامله بالجراب بالراس الشاحن بكل حاجه انت عايزها. وعندك هنا منه 3 نسخ ضمان محلي، مش هتحتاج انك تدفع ضريبه ولا تشتري اي مكملات. فعندك النسخه الاولى ال 128 مع 6 رام ودي بسعر 9000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 9200 جنيه، والنسخه الاخيره 256 مع 8 رام ودي بسعر 10000 جنيه. فدلوقتي خلينا نديك الخلاصه لو انت برضو لسه محتار. فلو انت بتدور على ارخص موبايل تاخد منه قيمه فعلا مقابل سعر، فهقول لك على طول اتجه لسامسونج واللي هو الاي 07. هتلاقيه معاك مريح في الاستخدام لو انت استخدامك خفيف وما تتهكش الموبايل في الاستهلاك. اما لو انت عايز حاجه اعلى شويه وتستحمل معاك فهقول لك روح للاي 17، هتاخد منه شاشه افضل بكتير وكمان كاميرات اقوى. اما لو بتدور على موبايل متكامل من كل حاجه حرفيا، اذا كان في العلبه او اذا كان في الموبايل عموما، شاشه، معالج، سماعات او مستشعرات، فهقول لك روح للهوت 60 برو. ده يعتبر افضل موبايل بيقدم لك كل حاجه انت عايزها في الفئه اللي تحت ال 10000 جنيه. ولو عايز تمسك حاجه افخم شويه فبتروح هنا للهوت 60 برو بلس، واللي هتلاقيها اغلى بشويه حلوين، بس هتاخد منها شاشه كيرف لكن تعتبر بنفس المواصفات اللي احنا اتكلمنا عنها في الهوت 60 برو. اما لو انت عايز اكبر سعه بطاريه وشاشه كمان محترمه والمعالج يقدم معاك الغرض برضو، فخليك هنا تروح للريدمي نوت 14 واللي هيقدم معاك الغرض بزياده حتى لو كان استخدامك رخم حبتين. ففي الاخر برضو حابب اقول لك ان مفيش موبايل متكامل، بس في موبايل يناسبك وفي موبايل ما يناسبكش. فدلوقتي انا عايزك تنزل تحت في الكومنتات تكتب لي الميزانيه بتاعتك كام وايه استخدامك، وانا هرشح لك افضل موبايل ليك. واكيد طبعا لو انت طلعت من الفيديو ده مستفيد فما تنساش تشترك عليه طبعا وتشترك في القناه وتفعل الجرس تضغط لايك للفيديو عشان تشوف برضو الفيديوهات الجايه، او لو محتاج مقارنه والكلام ده كله فخليك متابع. وعشان ما تطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.